السلام عليكم ورحمة الله. ازاي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. النهاردة جاي اعرف حضراتكم على نموذج من النماذج المجتهدة المشرفة، نموذج اللي هو من الشباب المثالي اللي ممكن نقول ان هو ما بيقفش عند حد معين. معانا ومعاكم رحمة فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. انت طيب. رحمة من النماذج اللي بقولها زي ما بقول لحضراتكم عليها، من النماذج اللي ما بتقفش في مكانها، يعني بعد ما خلصت صنايع حست ان هي عاوزة تبقى حاجة افضل، اخذت معهد تمريض، وهي بتشتغل في معهد التمريض اتعلمت مهنة جديدة او صنعة جديدة اللي هي مصممة حفلات. بتعرف يعني ايه تعمل ديكوريشن كويس للمكان، سواء كان حفلة، كان خطوبة، عيد ميلاد، حاجات كتير جدا هنعرفها من خلالها دلوقتي، نسمع منها ان شاء الله. والاول تحكي لنا هي بدأت ازاي علشان نبدأ نتكلم معاها في التخصص اللي هي حاليا تخصصته وبقت تشتغل فيه بصفة مستمرة. بص، هو انا يعني في البدايه انا ما كنتش يعني حابه ان انا اظهر على السوشيال اصلا، يعني مش بحب حوار ان انا اظهر على السوشيال، بس دلوقتي بحب كده قوي. يعني هو انا بدات بايه؟ بص، هو انا كنت في هديه، يعني كان في واحده صاحبتي عيد ميلادها وكده، فانا عاوزه اعرف اعمل لها ايه، فما كانش في ايدي حاجه ان انا اعملها، يعني ما اعرفش حد يعمل لي حاجه، ما اعرفش حد يصمم لي حاجه، فجبت برطمان صلصه عادي، وجبت واشتريت ورق فوم، الاول دخلت على اليوتيوب جبت ازاي اعمل هديه لصاحبتي بتكاليف بسيطه، كتبت كده بالظبط، فجالي في السيرش كده واحده بتعمل في برطمان، فعلمتني ازاي اعمل برطمان رسايل، فجبت ورق ملون وجبت ورق فوم وحاجات وقعدت اتعلم بالظبط، فظبطت معايا قوي. وبعدين صحابي بداوا اللي هو ايه يقولوا لي طب طوري اعملي حاجه تانية، فبرضه قابلتني قرايه فتحه صاحبتي، ورحت اسال على الديكور لقيته غالي جدا، فقلت لي انا ما اعملوش، فدخلت برضه على اليوتيوب وبحثت ازاي اعمل كده، ولقيتها ظبطت الحمد لله معايا لوحدها، فقلت ليه ما افتحش صفحه مثلا او حاجه زي كده، فقررت قلت اعمل مثلا صفحه لوحدي كده، او انزل الاول على صفحتي، لان انا عندي على الصفحه بتاعت الفيس بتاعتي الفولو كتير، فقلت اجرب الاول، وبعد كده لو ظبطت معايا وجالي ناس اعمل جروب، فظبطت معايا وجالي شغل، يعني جالي حوالي 3 عاوزين نفس الديكور بالظبط، فبقيت بقى اصمم واتفرج اكتر واجيب اكتر واعمل اكتر. بعد 1.5 سنة من شغلي في الكلام ده اشتغلت في الورد، الكوشات بتاعت الورد، برضو بدأت أعرف يعني أبحث فين بتوع الجملة اللي أجيب منهم الورد، الخامات بشتريها منين، بستخدم إيه، ببدأ إزاي، بعمل إيه كده بقى، وبدأت إن أنا بقى أشتغل في الموضوع. يعني أنت أصلا اتعلمتي الفن ده كله من على اليوتيوب؟ من على اليوتيوب، يعني محدش علمك أصلا؟ لا ولا خدت حتى كورس في أي حاجة، يعني مجرد الفكرة أصلا في البداية إنك عاوزة تعملي هدية لصاحبتك؟ الفكرة بالنسبة للهاند ميد والهدايا، الفكرة كانت إن أنا عايزة أعمل هدية لصاحبتي. فكرة الديكوريشن برضو كانت قراية فتحة صاحبتي، وهي برضو كانت بتقولي لو تعرفي حد بيعمل كده، فقلت لها انا هعملها لك، فقالت لي خلاص ماشي، فانا فعلا عملتها لها وظبطت بالظبط، اللي هو ما كانش فيه مثلا بالونه غلط او حاجه، هي ظبطت بالظبط سبحان الله، كده جت كده مع نفسها. طيب بداتي براس مال ازاي؟ طب احنا عرفنا كده انت بداتي ازاي، يعني الفكره كلها جت منين؟ هتصدقني؟ وتعلمتي منين؟ طب راس المال بقى؟ هتصدقني؟ 5 جنيه. ما شاء الله، ايه المبلغ الكبير ده؟ والله بدات ب 5 جنيه. برطمان الصلصه ده كده؟ برطمان الصلصه ده خدته من ماما. هي كان في برطمانات كده بتحب تحوشهم، مش عارفه ليه، فخدت واحد وعملته، وبقيت بقى احوش واعمل وابيعه، بقيت ببيعه ب 30 جنيه والله، وبقيت كل شويه اقلل من ثمنه واعمل عروض مش عارفه ايه كده. البلالين بدات براس مال كام؟ انا اشتريت الجهاز كان وقتها ب 210، لما طورت بقى بعد كده، لما عدى 2 سنين على شغلي في الهاند ميد، انا جبت الجهاز ب 210. الخامات بشتريها من فلوس الديكور، يعني واحده بتتفق معايا على شغل بشتريها منها، يعني انا ما باخدش مثلا الخامات واخليها عندي، لا ما عنديش فكره اللي هو اخلي بضاعه عندي فانا اشتغل بيها. في البدايه ما كانش ينفع كده خالص، لان ما كانش موجود راس المال بتاع الشغل ده عامه، لازم يكون كبير عشان الاستندات والورد كبير جدا. 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه، اي حد عايز يبدا الديكور يبدا 5 جنيه. والله جبت الجهاز وبدات اشتغل. اما الورد بقى ابتديت ان انا اجر الاستندات، وبعد كده الورد اشتريه انا واخليه عندي، اما الاستندات اجرها لحد ما افصلها، بعد كده عملتها. ما شاء الله منها فيها يعني. طب قولي لنا بقى، انت بتقدري تعملي يعني تنظمي حفله، تعملي ديكور حاجه معينه ولا كله؟ يعني السبوع، خطوبه، قرايه فاتحه، حفله الحنه، بعمل الشو بتاع الحنه، اي حاجه، سبوع وحفله، ممكن حفلات تخرج كمان، كنت عامله حفله مدرسه الثانوي، حفله التخرج بتاعتها كانت في قاعه على البحر كده، يعني بصمم كل الحفلات، حتى الافتتاحات بعمل كل حاجه، افتتاحات محلات
كنت بعمل غرف في مستشفيات، شغاله في كل حاجه. طبعا كل ده ظاهر قدامنا دلوقتي في الفيديو والشغل بتاعك. طب شغل الهاند ميد بقى شغاله في ايه في الهاند ميد؟ شغاله برضو في اي حاجه تخيلها، يعني اي حاجه بتتنفس بعملها. جرابات بعملها بايدي مش بطبعها، انا بعمل الجراب بايدي. بعمل صواني الشبكه، بعمل بوكيهات، بعمل الشبكه من ايه؟ من ريزن مثلا ايبوكسي ولا؟ لا بعمل صواني الشبكه اكليريك وخشب. اكليريك وخشب. الريزن ما اشتغلتش لسه فيه، الخطوه الجايه بتعلمه. انت شغالين يبقى علمولي. بس بعمل الاكليريك، بعمل الخشب، بعمل الطاره بتاعت قرايه الفاتحه بعملها خشب واكليريك، وبعملها كل حاجه. بعملها بجذوع الشجره كمان، بحفر عند حد بتاع ليزر وبعملها بجذوع الشجره. وبعمل مرايه العروسه والبوكيات صناعي وطبيعي، بعمل كل حاجه ان شاء الله. ربنا يكرمك. باخد كمان البوكيه بجففه وبحطه في برواز بالصوره، بجففه في الفرن. والله انا لسه هشتري واعمل واجففه في شويه بودره. انا بجففه في الفرن والله واطلعه واعمله في برواز، وما شاء الله بيبقى حلو زي الصوره كده بالظبط. طيب قولي لنا بقى، احنا شايفين ان في عدد متابعين عندك سواء على صفحه الفيسبوك او التيك توك او اليوتيوب. العدد ده قدرتي ان انت توصلي للعدد ده ازاي؟ هذا من فضل ربي. بص، هو الفيسبوك يعني من مقاطع الريلز، لما ظهر حوار الريلز ده مؤخرا انا من النوع اللي بحب انزل فيديوهاتي وانا شغاله، فهو اللي جاب لي الفولو كتير، هو ده اللي ساعدني في ده. اما التيك توك هو رفع ما شاء الله لوحده كده، يعني برضو ابتديت كل يوم انزل فيديو في ميعاد معين، كل يوم انزل فيديوهات، بقيت اكلم الناس عشان يعرفوني، فكله بقى بيستنى مثلا فيديوهاتي، فعملوا لوحدهم كده لقيتهم 44,000. اليوتيوب من فيديوهاتي برضو اللي عليه بشوف الكومنتات الناس طالبه ايه وبعملها لهم، فبقى كله يستنى الفيديوهات. ما انا ينفعش اعمل فيديو مش هادف او الناس ما بتسالش عليه او مش عايزاه. هو بما ان الناس بتنتظر الفيديو والمتابعين بيزيدوا، يبقى معنى كده ان المحتوى عاجب الناس، وان الفيديو هادف يوصل معنى او وصل حاجه الناس مستنياها. بص، هو كله بيدور دلوقتي على ان هو يعمل حاجه من البيت، فبتلاقي كله بيخش على الفيديوهات اللي هي ازاي نعمل حاجه من البيت، يتعلم منها. ايا كان ايه. حتى شغلي في الديكور، في بنتين عملوا بيج وكنت انا اللي معلماها. طب هو بيجي لك بقى شغل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو انا اصلا شغلي كله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من التيك توك ومن اليوتيوب. من اليوتيوب بيخشوا عن طريق الانستجرام، والانستجرام برضو كنت بنزل كتير يعني شغل وكده، فبقيت كله بقى يعمل لي فولو. وصنعة البهجة، صنعة البهجة كده، محدش عارف اسم رحمة. ما حدش بيقول لي رحمة، صنعة البهجة حتى في البيت، ما فيش حاجة اسمها رحمة عندنا دلوقتي. ربنا يجعلك دايما يا رب تصنعي البهجة للبيت وخارج البيت كمان ان شاء الله. احنا نتمنى لك والله التوفيق ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يكرمك. واحنا شفنا المستوى اللي انت مقدماه، شفنا الفيديوهات وشفنا اعمالك، واحنا فخورين ان انت حد معانا هنا في بشاير قدرت توصلي للمستوى دوت، سواء في الصنعة نفسها او الفن نفسه اللي بتقدميه، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله، ونتمنى لك مزيد من التفوق في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. شكرا ليكي. شكرا. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نلتقي مع شاب جديد وعنصر جديد من عناصر المتميزه الناجحه والنماذج المشرفه اللي احنا كلنا المفروض بندعمهم ان شاء الله. رقم استاذه رحمه موجود مع حضراتكم على الفيديو، اللي حابب ان هو يعمل اي تصميم لاي مناسبه، سواء كانت اسبوع، عيد ميلاد، تخرج، حفله، هي ان شاء الله متاحه واسعارها كويسه جدا. شغاله نص بشاير على فكره. طيب. نص بشاير عارفين. يعني نص بشاير عارفاها، فاحنا بنعرف النص التاني دلوقتي ان معانا رحمه هنا، استاذه رحمه معانا في بشاير، بتعمل الديكور بتاع اي مناسبه عندكم في البيت او خارج البيت حتى، باسعار كويسه جدا. تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضرتك. الاسعار بتاعتي يا ريت، انا ما حبيتش بس اقول بس عشان لا عنديش مشكله، ممكن اصدمك من الاسعار بتاعتي. بص، هو ديكور قرايه الفاتحه بيبدا معايا من 500، وديكورات الاسبوع كله من اول 500. لا يعني البلالين بالماتيريال كويس. البلالين يعني معاك في البلالين لحد 750، ده اقصى حاجه معايا في البلالين. اما ديكورات الورد معايا من 800 وبالماتيريال برضه. كويس جدا والله، اسعار كويسه جدا. عشان كده بقول لك انا حبيبه الملايين. ربنا يوفقك والله، واسعار يعني مش هنقول في متناول الجميع، هي يعني منخفضه جدا وسعرها مناسب جدا بالنسبه للناس، فان شاء الله ان شاء الله عشان كله كده يعمل ويفرح. يعني انا استفاد ايه يعني لما اخد مبلغ قد كده في حاجه عاديه؟ ربنا يكرمك يا رب ويوفقك ان شاء الله، ونتمنى لك مزيد من التقدم في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا ليك. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده من حلقات نماذج مشرفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.